السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. وحشتوني كتير قوي. معايا 3 كيلو ليمون. غسلتهم كويس قوي. في الطبق كده تحت الحنفية بغسل ليمونة بليمونة، مش بغسله كده في الطبق كده وفي الهيسة كده، لا. لازم واحدة واحدة عشان نتأكد ان بقى نضيف جدا، مفهوش اي اتربة لازقة، مفهوش اي حاجة. بيبقى ساعات حاجات كده لونها اسمر على الثمرة نفسها، لازم تنضف كويس. كان في مية على النار بتغلي، غسلته وشطفته كم مرة. لما اتأكدت من نضافته حطيته في المية المغلية، كانت المية مغطياه لكن نسيت اصوره وهو قبل ما يغلي. قلبته مرة واتنين وتلاتة كده على النار حوالي ربع ساعة، عشان انا عايزة نستخدمه بعد 5 ايام كده او اسبوع بالكتير. هو انا يعتبر خلاص استوى. مش هديله وقت بقى شهر واتنين وتلاتة، لا، احنا عايزين نستخدمه على طول، فنغليه ربع ساعة. عايزاه ياخد وقت معاكي، هتغليه بس غلوتين اتنين وتدفع عنه. بشيله من المية المغلية، المية بتاعته، وهنحطه في الطبق وهننزل عليه بمية، مية من الحنفية، يعني مش ساقعة، مية عادية. بعد كده هرش عليه شوية ملح وهسيبه ليلة كاملة في الملح، عشان يعني دي الطريقة اللي احنا السريعة اللي هناكله بعد 5 ايام، اسبوع، اقل كمان هيتاكل منه وهيعجبه جدا ان شاء الله. اللي يعمله هيعجبه. هندوب الملح كويس. وعايزة اقول لكم حاجة عن فوائد المية تغلي الليمون دي، ما ترميهاش خالص. مفيدة جدا للشعر، بتلمع الشعر، بتطهر فروة الرأس. تستخدميها في الغسيل مع الابيض، بتلمع بتديكي لون ابيض فاتح اكتر للغسيل الابيض، وريحة جميلة للالوان. وفي الارضيات بقى، السيراميك، البلاط، اي حاجة عايز تمسحي بيها الارضية، عايزة تنضفيها، بينضف وبيلمع. يعني اوعي ترميه. معايا الفلفل الاحمر، انا قطعته وغسلته برضو كويس قوي، ما خليت بقى يعني واحدة واحدة كده، غسيل تحت الحنفية واحدة واحدة، وشلت كل الحاجات اللي فيه. العود الاخضر اللي ورا دوت شلته وخليته كده فلة منورة. بعد كده هحطه في الكبة وهضربه، طبعا من غير مية ولا اي حاجة خالص. وهحط عليه معلقة ملح كده، مش مليانة يعني، عشان يبقى ملحه عليه. وغير كده المية هيبقى فيها ملح. نفضيناه على صفيت طبعا الليمون من المية بملح اللي كانت عليه. وهنقلب الفلفل عليه كده كويس. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنيجي بقى نحضر المية، المحلول الملحي اللي هنحطه على الليمون. حطيت لترين مية، وحطيت لكل لتر 4 معالق، يعني 8 معالق من الملح. لكن المعلقة دي يعني باين انها كبيرة، بس مش كبيرة قوي يعني. هنبدأ نختبر بقى بالبيضة. طبعا كده هو عايز ملح، بدل البيضة تحت ما طلعتش فوق، يبقى هو كده عايز ملح اقصد. ضفت انا معلقة الملح، وكمان ضفت سكر، معلقة سكر. السكر ده برضو مهم، بيديكي بيظهر الطعم والروايح، الحاجات اللي احنا هنضيفها معاه. في حاجات كده جميلة هنضيفها، اضافات جديدة لأول مرة هتشوفوها. هي كده خلاص البيضة بقت ظهر منها حتة صغيرة، هو ده اللي احنا عايزينه عشان مش يبقى مالح. لو بقى مالح قوي مش هنعرف ناكله وهنخسره يعني. هنحط بقى الفلفل تحت، كمية من الفلفل تحت الأخضر الشطة ده، وهننزل بشوية بنص يعني بنص برطمان ليمون كده، وهنحط الباقي الفلفل في النص، وننزل بباقي الليمون. معايا نص كوباية عصير ليمون. الليمون ده 3 كيلو، خدت منه شوية يعني حوالي ربع كيلو، عصرته. بعد كده حطينا دول كبشة حمص كده، وحطيت كمان توم، ودوت فلفل اسمر وقرنفل.
الحاجات دي بتديله طعم جميل جدا جدا. مع معلقة السكر بقى الروايح بتطلع، بتبقى عايز تشرب المية بتاعته. ربع كوباية خل، ضروري جدا الخل. في ناس ما بتحطوش بس هو ضروري لانه معقم كمان وبيحافظ على المخللات. هنبدأ بقى نضيف المية. غير كده انه لو مش حطيتي خل ضروري تضيفي معلقة، يعني مش معلقة، ربع معلقة من ملح الليمون. وكده خلاص خلصنا وصفتنا الجميلة، رب تعجبكم ان شاء الله، ونغطيه ونقفله كويس منخليهوش يهوى.